السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده راجعه لكم بفيديو جديد، ويا رب ان شاء الله يعجبكم. تفاصيل الفيديو جميلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. يا ريت كده لو بتشوفوني لأول مرة حطوا لي لايك للفيديو واعملوا اشتراك في قناتي، ويلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف اليوم التحفة ده هيمشي ازاي وهنعمل فيه ايه. حابه طبعا اشكركم على دعمكم ليا وعلى الكومنتات الجميله اللي بجد كلها طاقه ايجابيه، وتسلم ايديكم طبعا وبشكركم جدا. يا جماعه انا عامله عزومه لحماتي، بس بقى العزومه السنه دي هتبقى مختلفه جدا بحكم الظروف اللي انا فيها. ان انا طبعا قاعده عند امي بقالي كده فتره كبيره، وهم كانوا بيجوا من البلد يقعدوا معايا 3 أو 4 ايام اللي هم بيقعدوهم. فطبعا انا زعلانه جدا ان انا السنه دي مش هعزمهم، وان هم قاعدين عندي سيلفي يعني، فانا مش هعرف اعمل لهم العزومه السنه دي. فاسكت بقى كده واستسلم واقول خلاص مش مشكله؟ لا طبعا دي عاده وربنا ما يقطع عاده. فانا قعدت افكر لغايه اما لقيت حل يرضيني ويخلي نفسيتي كده مرتاحه. فقلت بقى ايه، انا هعمل لهم اكل. هشتري جزء مثلا اكل من بره، وهعمل اكل بسيط واروح كده نتلم ونتجمع ونفطر مع بعض، ويبقى يومنا كده حلو وجميل. وطبعا اللمه والعيله والحاجات الحلوه دي بتبقى حاجه حلوه وربنا ما يقطع لناش عاده. فطبعا الحل دوت ريحني جدا. فتعالوا بقى كده اوريكم عملنا ايه واشترينا ايه وجبنا ايه، واشوريكم اليومنا البسيط. هيشكي يوم رمضاني حلو جدا. ويلا ندخل على تفاصيل الفيديو، وما تنسوش تصلوا على الرسول. كل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية يكون عيد سعيد عليكم وعلى عيالكم، ورمضان كريم. حماية طبعا ربنا يديله الصحة والعافية يا رب كده، وما نتحرمش منه ولا من حماتي، دايما مجمعنا ولمنا كده في الخير، اللهم امين. حابب بقى كده يعيد عليكم يقول لكم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب وبألف خير وصحة وسلامة. ربنا يا رب ما يحرمناش منكم ابدا ابدا، ولا من اللمة الجميلة دي. حقيقي يا جماعة احنا مش بنتلم ونتجمع كلنا كده بسم الله ما شاء الله غير في وجود حماية وحماية، ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب. يعني احنا قريبين من بعض كلنا، بس حقيقي بجد مش بنتجمع كلنا كده مع بعض ما شاء الله غير في وجودهم. يعني بنشوف بعض بس مش كتير، وحتى لو حصل ببقى انا مثلا رايحه عند سلفتي، واحده جايه عندي، لكن اللمه كلها كده في وجودهم طبعا. احنا كده بقى في الطريق، انا نزلت خدت هنا وياسين وسيله، ورحت بقى كده قلت هروح اعمل الحاجات اللي انا هعملها على ما حماده يجيب لي الاكل اللي احنا طالبينه اوردر من بره. تمام كده تمام كده. في الاول انا كنت عايزه اعمل رز معمر، وعايزه اعمل بقى صواني بطاطس بالفراخ، واعمل شويه سلطات والحاجات دي، لان دي الاكله المفضله بالنسبه لنا وبنحبها جدا. بس طبعا البوتاجاز عند امي صغير 4 عيون، وانا عشان اعمل رز بسم الله ما شاء الله على الاقل هعمل صينيتين رز، والفراخ علشان احنا بسم الله ما شاء الله عدد، فكنت عايزه اجيب حوالي 21 قطعه فراخ ايا كان بقى وراك او فراخ. فشوفوا بقى ال21 قطعه دول هيتعملوا على كام صينيه؟ اقل حاجه يعني كده قولي الصينيه هتاخد ايه، هتاخد فرخه وربع مثلا، يعني 5 قطع. فشوفي بقى كام صينيه هفضل اعمل كام صينيه وادخل. لو البوتاجاز بتاعي كان كبير فكان بينجزني، ممكن اقدر احط فيه صينيتين او 3 كمان، او 4 صواني، 2 تحت و2 فوق، واصرف اموري. لكن بصراحه قلت لا، انا هفضل اعمل طول اليوم، ويمكن كمان يعني اليوم يروح عليا وملحقش علشان اعمل الاكل وافضل اشيله من هنا واديه هنا. فغيرت الراي خالص. قلنا بقى ايه، نجيب اكل من بره، وجبت بقى كده كبده تبلتها وقلت اعملها اقليها برده كده، والاكل كله يبقى عباره عن حاجات كده زي مشويه وخلاص. واعمل شويه مكرونه كده بصلصه للولاد، مكرونه محمره يعني كده للولاد عشان بيحبوا المكرونه. وبصراحه عملت مكرونه كتير، ويعني تقريبا ما كلناش منها كتير، لاني كان كله عاجب. والمشاوي مع بقى الايه السلطات مع سلطه الطحينه، الحاجات دي كان بجد تحفه جدا. على قد ما كانت العزومه بسيطه، بس حقيقي كان الاكل طعمه حلو قوي وانبسطنا جدا، وكان يوم جميل جدا جدا. فبصراحه اهم حاجه البساطه واللمه والحب يكون موجود. سيبك بقى من الاكل والشرب والحاجات دي، الحمد لله كله بياكل وكله بيشرب، بس اللمه ليها طعم تاني حتى لو عيش وجبنه. عملت المكرونه زي ما احنا شايفين بقى كده، عايزه اقول لكم كان طعمها حلو جدا. وخدت معايا كيس الصلصه ده علشان يعني ما بقاش محتاسه، لان انا بعمل في المطبخ بتاع سلفتي، وطبعا مهما كان انتي في المطبخ اللي مش بتاعك ما بتبقيش عارفه تتحركي فيه، ما انتش عارفه مكان حاجه، وخاصه كمان هي ما كانتش موجوده، كانت بتجيب حاجه، فعلى ما هي جت كنت انا بقى خلصت الدربكه دي كلها. وعملنا كمان سلطه خضراء كده، زودنا السلطه كمان علشان ايه، انا عارفه ان المشويات ما شاء الله هيجي معاها سلطه، بس انا قلت ازود برضو السلطات كده شويه. وحمرت بطاطس كمان. وعايزه اقول لكم بجد الاكل في منتهى الجمال. هنا بقى كده اهم من الشغل ضبط الشغل. جبت بقى اطباق كده وفرشت عليها خضار ورصيت عليها الكبده بتاعتي. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الكبده دي
طعمها بيكون تحفه ومنجزه ومنقذه في نفس الوقت. يعني تقدري تعمليها كده في ثواني. لو هتعملي فطار ومتاخره تعملي نص كيلو كبده مع شويه مكرونه وشويه سلطه زي الفل. والمخلل والعصاير بجد حلوه جدا وسعرها حلو ومنقذه، يعني بجد مش بتاخد وقت خالص لا في التتبيله ولا في القليان بتاعها. هنا بقى كان الحمد لله الاوردر بتاعنا وصل، حماده راح جابه الحمد لله اهوت. احنا جايبين من عند عبد الجزار حاجاته المشويه تحفه جدا. جبنا بقى كفته وجبنا فراخ مع الكبده مع السلطات، حاجه كده زي الفل بألف هنا وشفا. طبعا حماية هنا برضو هو بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين، بس هنا الصوت بقى مش موجود. وطبعا حمادة عدى جاب لنا برضو عصير. في واحد بيعمل عصاير حلوة قوي عندنا في شبرا، مشهور جدا اسمه ابو لولو. فطبعا العصاير بتاعته مش قادرة اوصف لكم قد ايه حلوة جدا وطعمها فظيع يا جماعة، فظيع جدا. جاب لنا بقى تمر وجاب لنا صوبيا وجاب لنا اختراع جديد كده. جديد بالنسبة لي، يعني أنا كنت أول مرة أدوقه وفي الأول استغربت الفكرة، ولكن كان طعمها في منتهى الجمال. اكتبوا لي في الكومنتات لو حد جرب بالصوبيا اللي هي بالفواكه، كوكتيل فواكه كده، وقولوا لي ايه رأيكم في طعمها. فعلا حرفيا طعمها تحفة جدا. يعني صوبيا متقطع فيها بقى كده فراولة وتفاح وموز، فواكه مشكلة كوكتيل كده، فطعمها بجد بشع. هنا كنا الحمد لله بدأ كله بقى يتجمع كده، وبدأنا نحط الأكل بتاعنا ونفطر الفطار بتاعنا. ربنا يا رب يتقبل صيامنا ويتقبل مننا جميعا، ويجعل دايما بيوتنا عمرانة بالخير والأمن والسكينة كده، ويمن علينا برضاه، اللهم امين يا رب العالمين. ايه رايكم بجد؟ ايه رايكم في الفكره اصلا ان انا فكرت ان انا اعزم حماتي حتى لو انا مش في بيتي؟ الحمد لله. والله يا جماعه بصوا، عايزه اقول لكم ان الحاجات دي بتخلي الواحد مرتاح نفسيا، عارفين؟ زي ما قلت لكم مش شرط الحاجه تكون واو يعني، ومش شرط حاجات كتيره، ومش شرط مش عارفه ايه. اهم حاجه ان انت تجبري خاطر اللي قدامك، واهم حاجه اللمه، واهم حاجه ايه؟ ان انت تكوني بتقدمي الحاجه وانت حابه ان انت تعملي كده ومبسوطه، يعني عارفه دي بقى بتبان اللي قدامك ان انت حابه. انا حابه اللمه دي، انا حابه وجودكم، انا حابه ان انا اعزمكم حتى لو انا مثلا ما عنديش بيت. فالحمد لله يا رب، الحمد لله ربنا ما يقطع لناش عاده. اليوم كان تحفه جدا وعدى بكل خير، والحمد لله كلنا وشبعنا وانبسطنا، والاكل كان في منتهى الجمال والروعه. البساطه حلوه اهو، يعني اهو عملنا جبنا اكل واحنا ايه من بره واحنا قاعدين، والاكل زي الفل. بصراحه احنا كنا اصلا عايزين نجيبه من عند بازوكا، بس قالوا لنا هيجيبوا لنا الاكل الساعه 6:30 بعد المغرب. اللي هو ازاي يعني هكون عازمه ناس على الاكل افطرهم بعد الفطار بنص ساعه؟ فلغينا الاوردر خالص ورحنا جبنا فراخ وكفته زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم في اللمه بتاعتنا؟ لو عجبكم الفيديو التحفه بجد من وجهه نظري، كفايه لمتنا وكفايه وجود حمايه وحماتي فيه طبعا بالدنيا وما فيها. فما تنسوش بقى كده تحطوا لي لايك كتير، وانا بحس ان الفيديوهات اللي حماتي فيها انتوا بتتفاعلوا عليها اكتر وبتحبوها. اشوفكم على خير في فيديو